السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا. شنو دارت الحكومات ديال المغرب باش تحل المشاكل ديال هذا الفقر اللي عندنا في البلاد؟ يا اما بلي سيبونسيون، يا اما بزاف ديال الحوايج اللي يمكن يداروا، ما داروا حتى حاجه من هادشي، خدامين كيتفرجوا. فاش كنا تنقولوا على ان السمير خصها تحل باش تكون عندنا الامكانيه ديال ان البري ديال البترول وديال المازوت يهبط، باش على الاقل هذا الشيء ديال الغلا ما يبقاش، ما داروش. فاش كنا تنقولوا على ان الاستحواذ ديال المونوبول اللي كاين في السوق ديال المحروقات، ان الدوله خصها تدخل من خلال الاستيراد بحال اللي دايره دابا امريكان، اللي مدابزه مع روسيا وموقفه كل شيء مع روسيا، كتستورد مجموعه ديال المنتوجات البتروليه من الهند، حنا ما كنديرو. بدايه نأسف لما حدث، وكيف ما كتعرفوا كيعرف الرأي العام بأن هذا الموضوع بأن الإشكالية ديال الهجرة هي ظاهرة متواجدة في مختلف الدول. المغاربة عارفين أن الوضع الاجتماعي تبدل عليهم، المغاربة عرفوا أن السوق اللي كانوا كيمشيو ليه ماشي هو اللي ولاو كيمشيو ليه دابا، المغاربة عرفوا أن نسبة البطالة في سنة 2021 كانت 12.3، اليوم في 24 ارتفعت ل 13.1. المغاربة عارفين شي أشياء اللي تبدلت عليهم، لا من ناحية المحروقات اللي في السوق العالمية، حتى التبرزات اللي كنا كنبرزوكم على السوق العالمية ما كناش قادرين نجاوبوكم ولا نطرحوا عليكم سؤال في هذه الندوة الصحفية. المغاربة عارفين أن الوضع في هذه الندوه الصحفيه بالضبط اللي ما مشيتش ليها من اخر مره، اللي كنت هزيت فيها اللي كشفت فيها الاوراق ديال انكم كتكذبوا على المغاربه في النواحي ديال الخضر والفواكه وغيرهم من الاشياء. حيت دائما كتطبقوا للمغاربه العالم، دائما السوق العالميه. تخيل معايا، طلق معايا ودنيك مزيان في هذا الفيديو وسمع اش كيقول هذا السيد هذا. ملي كنهضروا على المحروقات كيقول لك السوق العالميه، الحرب الاوكرانيه وكورونا. ملي كتهضر معاه على مطيشه كيقول لك العرض والطلب والسوق الدوليه. ملي كتهضر معاه على شي اي حاجه هضرتي معاه كيربط لك بالسوق الدوليه. ملي هضرنا معاه اليوم على الحريق قلنا له المغاربه راه ولاو كيحرقوا، قال لك هادشي عادي كيطرا في العالم كامل، هادشي عادي، هادشي انت غير كترون، هادشي راه موجود في العالم كامل. واخا سيد الوزير ملي سولوه على جوج ديال التصاور اللي كتشوفوا لتحت قال لهم الموضوع عنده بحث قضائي، راه النيابه العامه كتاخذ المجرى ديالها وكياخذ القضاء. هادشي طرا في لقمة العيش ديال الصويرة اللي هبطوا الناس باش ياخذوا مؤونات وماتوا. هادشي طرا في بزاف ديال الاشياء وشفنا بزاف ديال التحقيقات تفتحوا. الحمد لله الاوضاع رجعت على ما عليها، والمغاربه واعيين بزاف بالناس اللي كيحرضوا، وكنعرفوا الناس ديال التحريض والناس اللي باغيين يركبوا على هذه الموجه. ولكن واش كتقول بان داكشي كامل اللي كان واقع في الشمال مجرد ناس باغيين سوء بهذه البلاد؟ ما غنستثنيوش كاينين، ولكن راه كاين وضع اجتماعي صراع من النفسيه ديال الناس انهم يكونوا واجدين، واللي مسؤولين عليهم انتوما. فإذا كانوا لا يريدون القيام بعملهم ولا يهتمون بقضاء مصالح المواطنين سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي وحتى الوطني، فلماذا يتوجهون إذن للعمل السياسي؟ إذن الالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم له والتفاني في خدمته وجعلها فوق المصالح الحزبية والشخصية.
فيما يتعلق بالوضع السياسي في المغرب، مع الاسف على الاقل في هذه العشريه الاخيره نعيش انغلاقا سياسيا بمعنى الكلمه. انغلاق سياسي على المستوى المؤسسه الحاكمه، كاينش توجهات واضحه فين غادا البلاد. مره كنهضروا على افريقيا، مره كنهضروا على المنطقه شمال افريقيا والشرق الاوسط، مره كنهضروا على اوروبا. كاينش توجه واضح ديال المغرب فين غادي. كان دو جور لوندومان يتغير كل شيء، مع الازمه اللي دائما مطروحه والسؤال اللي على الاقل ولا كيتطرح في الاونه الاخيره ديال من يحكم المغرب. إلا ما قدرناش نجاوبوا على هذا السؤال ما يمكنش نعرفوا المغرب فين غادي. كاينش كار انت ما عارف الشيفور كي داير وتعرفوا فين غيمشي. اذا سؤال مركزي اللي خصنا نجاوبوا على هذا الانغلاق. هذا الانغلاق السياسي كذلك عنده انعكاس على المستوى الممارسه السياسيه. ومن رفيق منير في البرلمان وتعلم الامر ان البرلمان لم يعد يناقش اي شيء. والملاحظه والخلاصه اللي قالت الرفيقه منيب ان حتى من كان يعتقد في المؤسسات اظن على انه صدم فاش دخل المؤسسه. لا يمكن لمؤسسه برلمانيه كتنتج القوانين ديال 63 17 64 17 62 17 اللي باعت الاراضي ديال المغرب كامل. لا يمكن لمؤسسه برلمانيه تختصر مشروع مجتمعي اللي كيهضر على الحمايه الاجتماعيه في قانون اطار في 2 صفحات وغادي يحكمك من هنا ما عرف شحال من عام اللي جاي. اذا هذه الازمه ديال هذه المؤسسه كذلك هي جزء من الازمه السياسيه زياده على الخطاب السياسي.